المرة بنكهة مختلفة إن شاء الله في مهرجان هلا فبراير. صراحة سعدت جدا بهذا الاستقبال وهالحفاوة من أهلنا وأحبتنا في الكويت. صراحة أتمنى إن شاء الله من خلال مهرجان هلا فبراير أنه أنا أضيف شيء إن شاء الله فني جميل إن شاء الله ويضاف إلى رصيدي. طبعا بتعرف أنه أنا في بداية مسيرتي الفنية أنه أنا أغني في مهرجان هلا فبراير مع فنانين رائعين وسط جمهور الكويت الرائع. هذا شيء مهم بالنسبة لي كأول كبداية طريق، يعني انه انا صار لي سنة ونص بس داخل الشهرة، ولكن انه انا بغني في مهرجانات كبيرة كمهرجان هلا فبراير هذا شيء مهم وعظيم بالنسبة لي. كيف استقبلت الدعوة خاصة مع مشاركة الفنانة نانسي عجرم والفنان حسين الجسمي؟ يعني هذا شيء كمان يعني انا اعتز فيه من خلال مشاركتي مع فنان رائع ومميز جدا الفنان حسين الجسمي والرائعة نانسي عجرم. يعني أيضا هذه شغلة أو هذه الدعوة من خلال هذا المهرجان شيء كتير رائع. وأنا صراحة بحب الاثنين، بحب الأستاذ حسين الجسمي وفنانة نانسي عجرم. إن شاء الله يعني كل واحد طبعا لديه طريقته إن شاء الله، يعني مقدم أشياء جميلة. واللي بتعرف يعني في هالمهرجان مهرجان هلا فبراير دائما كل فنانة وأنا على الصعيد الشخصي يعني إن شاء الله بسعد الناس، لأنه الهدف الأول والأخير هو إسعاد الناس إن شاء الله. محضر أشياء يعني الاحتفالات الوطنية بالكويت؟ يعني أكيد إن شاء الله. أولا خليني أهني دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني. إن شاء الله دائما أمن وأمان يا رب عليك وعلينا يا رب آمين. صراحة هي ثاني مرة أنا بتواجد في الكويت، وأتمنى إن شاء الله وأكيد يعني بهالوجوه البشوشة والمبتسمة دائما في أمل وفي أشياء جميلة إن شاء الله. شكرا لك. طيب الإقامة بالكويت، الحمد لله على السلامة. شكرا.